أبواب الجنة 8 كما صح في الحديث، كل باب مخصص بعمل، باب للجهاد، باب للصدقة، كل باب من أبواب الجنة مخصص لعمل، فكل من عمل من هذه الأعمال الصالحة فإنه ينادى من بابه الخاص، من باب الصدقة، من باب الصلاة، من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على المؤمن غضاضة أن يدخل من أيها، لكن هل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يرجو صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أن يكون ممن يدعى من جميع أبواب الجنة لكثرة أعماله الصالحة رضي الله عنه.